فحبيبي الغالي يعني لازم تنظر المواضيع من منظور القرآن عشان تذوق طعم الإيمان. ختاما حبيبي الغالي، كيف طيب أذوق طعم الإيمان؟ كيف أرضى؟ أول أمر أنت عرفت أن الطفل ما يفهم اللي تفهمه الأم، صح؟ ولله المثل الأعلى. فأنت إذا رضيت إيش لك؟ خلنا نحسبها بالعقل. إذا رضيت إيش لك، وإذا ما رضيت لك؟ إذا رضيت إيش لك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رضي إيش فله الرضا. يقول والله إن الله بيرضيه، فتلقاه تو طالع مصيبة وجاءته مصيبة قال يا ربي إني راضي، ودع الله، تراها قوية شوي لكن تعود، قل يا ربي أنا راضي، ارضى عني. إذا رضيت تأكد أن الله عز وجل سيعطيك بعدها مكافأة، هدية ترضيك. من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فأنت الكسبان أصلا في مجرد الرضا أنك ترضى. الأمر العطية الثانية أن الله عز وجل سيذيقك طعم الإيمان، وهذا بالحالة مكسب عظيم. أحد السلف مات ابن له فطلع عليهم لابس زين وفرحان وسلم عليهم ما كأنه هو من يتلقى التعازي، فقالوا له يا فلان يعني إيش فيك؟ ولدك ميت شوفك لابس ده. قال والله لقد وعدني الله بثلاث إن أعطاني واحدة منها لأنا والله في خير عظيم. يقول الله وعدني إن إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول والله لو أعطاني واحدة من هذه لأنا في نعيم مقيم. فحبيبي الغالي، هل أنت تحس أنك راضي؟ تحس أنك راضي؟ طيب كيف أرضى؟ اليوم ضاع قلم، تعود درب نفسك في الأمور الصغار يصبرك الله ويرضيك في الأمور الكبار. ضاع من قلم، وين القلم؟ وين راح؟ وشبيت في أهلك، قل يا ربي لك الحمد والله إنه خير. ضاع لك جزمة جلك الحمد لله، شماغك الحمد لله والله راضي، أدور شيء أبغاه والله راضي. يرضيك الله في الأمور العظام. ختاما حبيبي الغالي، كنت مع الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله في الكويت في ليالي فبراير، فيقول قعدت سنتين مع أولادي أربيهم على أن يكون أولى هم عندهم رضا الله. يقول فكنت أقول لأولادي في السنتين يقول يا ابني إيش أمنيتك في الدنيا؟ قال إنه ربي يرضى عني. قالوا إيه تاني؟ قالوا يجوزني. قال لا أو مش شرط. قال يقول أسأل الثاني مرة ثانية إيه إيش أمنيتك؟ قال أمنيتي إنه ربي يرضى عني. قالوا إيه تاني؟ قال ينجحني. قال لا أو مش شرط، هو بس يرضى. يقول بعد سنتين صرت أسأل واحد فيهم إيش أمنيتك؟ يقول ربي يرضى عني. أقول له إيش تاني؟ يقول لي وبس. لأنه إذا رضي بيرضيك. لا تسأل كيف، لأنه هو أعلم كيف. هو أعلم كيف، لأنه هو يعلم الشيء اللي بيرضيك وانت ما تدري. يعلم الله أمور أصلا ما خطرت في بالك وهي ترضيك، فيعطيك اللي خطر واللي ما خطر. عشان كذا قال الله رضي الله عنهم. شو النتيجة؟ ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله يجعلنا وإياكم منهم. حبيبي الغالي، إن قدرت وأنت يكون همك الوحيد رضا الله، وأنت جايب تركب السيارة قل يا رب ارضى عني وارضني، وأنت ساجد لا ترفع قل يا رب ارضى عني. عشان كذا حبيبي الغالي إحنا نش نقول اللهم إنا نسألك من الخير كله. طيب ليش ما تقعد تسمي 1 2 3؟ لأنك ما تدري. لا طلع نفسك منها. من الخير كله عاجله وآجله أوله وآخره ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله أوله وآخره ما علمنا منه وما لم نعلم. أسأل الله أن يحبب إلي وإليكم الإيمان ويزينه في قلبي وقلوبكم. أسأل الله أن يرضى عنا ويرضينا. اللهم حرم هذه الوجوه ووجوه أخواتي عن نار الدنيا ونار الآخرة، واكتب لهم السعادة في الأولى والآخرة. لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبتها قبل أن يتحركوا من مكانهم. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله. جزاكم الله خير وآسف على طالب.